اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. ده اول فيديو ليا اصوره وانا واقف على فكره. خلينا نخش في موضوعنا، والنهارده هراجع معاكم مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي ومن بطوله كريم عبد العزيز. الحشاشين اصلا هي طائفه اسسها حسن الصباح، وهي الطائفه الاسماعيليه او النزاريه. حسن الصباح انفصل عن الفاطميين في اواخر القرن الخامس هجريا، وفي القرن ال11 حصل تدهور مش طبيعي للخلافه العباسيه، واصبحت الدوله الفاطميه في مصر والمغرب ضعيفه جدا، وده ادى لتعدد الفرق والافكار والمذاهب. فظهر وقتها الفرقة الباطنية اللي ظهر من خلالها شخصية حسن الصباح. مسلسل الحشاشين بداية من الكريدتس بتاعة العمل، وواضح جدا انه هيقدم لنا شخصيات تاريخية في غاية الأهمية، زي شخصية الإمام الغزالي والسلطان ملك شاه وعمر الخيام وزيد بن سيحون. وبداية من الحلقة الأولى شفنا ان المسلسل متقسم لفصول، وده هيكون مفيد بشكل مش طبيعي في المحافظة على توازن القصة. فكل حلقة هتكون عبارة عن فصل معين، زي الفصل الأول شفنا فيه العهد، واللي اتقدم لنا فيها خلفية عن حسن الصباح بفلاش باك من وقت طفولته إلى أن يلزم نفسه بعهد. تاخد لك خلفية مشبعة هنا لحسن الصباح ممكن تكون زيادة عن اللزوم، وده مش حناكة مني ولا حاجة، بس فكرة الماورائيات هنا اتبالغ فيها حبتين. هيبان تأثير ده على الشخصية في الحلقات اللي جاية، ما اقدرش احكم عليه دلوقتي بكل تأكيد. والحقيقة فكرة استخدام اللهجة المصرية لعمل بتدور احداثه في القرن ال11 وفي مدينة اصفهان اللي اغلب سكانها اصلا مش بيتكلموا اللغة العربية اساسا، دي مش منطقة اطلاقا الا لغرض واحد بس، وهو علشان تخلي العمل خفيف على المشاهدين ويقدروا يتقبلوه بدلا من استخدام الفصحى. حتى لما استخدمت الفصحى هنا في بعض المونولوجات فكانت متأثرة جدا باللهجة المصرية. بيتر ميمي محدش بينطق الجيم جيم غير نحن المصريين على فكرة. والحقيقة انا اصلا عندي مشكلة في استخدام اللهجة المصرية للاعمال التاريخية لسبب ما، وهو عدم منطقيتها مع الكاستومز والبرودكشن ديزاين، واللي الحقيقة اشهد لكم على دقة اختيار الملابس واللوكيشن التصوير هنا بمناطقه المختلفة. حاجة كده بصراحة حسستني بالفخر ان العمل ده عمل مصري. وانا عارف ان صعب تقبل اللغة العربية الفصحى لاغلب المشاهدين، ده لان هيحسسهم طبعا انهم في حصة تاريخ. بس لو فكرنا شوية واستخدمنا اللغة الفصحى مع قوة السيناريو اللي هي اصلا موجودة بالفعل، وحدة الحوار وقوة الاداء التمثيلي، دول بكل تأكيد بيخدموا القصة بتاعتك وهيشيلوا الموضوع بالراحة يعني. والموضوع كان هيكون منطقي اكتر، وكمان هيكون متحمس انه يشوف عمل تاريخي بايوجرافي درامي ملحمي، لان محمد رمضان عودهم على الاعمال المتدنية. فانت اوريدي ليك جمهور محدد هيتقبل منك الفصحى ببساطة. وعلشان ما اخدش وقت اطول في النقطة دي، خلينا نتكلم عن الموسيقى التصويرية. بجد ممتعة بشكل مش طبيعي، وفيها حماس مش طبيعي، خصوصا مزج الاصوات الغنائية بالموسيقى التصويرية خلق حالة في قمة الجمال. وطبعا التمثيل هنا واضح جدا ان الشخصيات متماسكة بشكل جيد، وفيها تطور، مش داخلين بتقلهم كده من البداية. وانا متحمس بشكل مش طبيعي لمتابعة التطورات دي. حبيت الحلقة التانية هنا بكل تأكيد هي كمان، وحبيت تسلسل الفصول وترابطها ببعضها، نظرا لان الفصل التاني كان بيتكلم عن الشدة المستنصرية. وانا بكل تأكيد مش جاي هنا علشان احرق الاحداث، ولكن حبيت التسلسل المتبع وقفلة الحلقات بشيء من التشويق للحلقات اللي بعدها. فشاوت اوت لبيتر ميمي على المسلسل العظيم ده، وشكرا جدا على احترامكم لعقلية المشاهد المصري ومحاولتكم بتقديم حاجة تليق بالفكر المصري. فطبعا هكمل المسلسل ده بكل تأكيد. الحشاشين مسلسل تحفة ولازم كل الناس تشوفه بقى، عايزين نشوف حاجة نظيفة، ومتحمس جدا للحلقات اللي جاية. وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.